واش بصح المغرب مقبرة المواهب؟ الدور ما مساعداناش حتى واحد ما كيدعمنا. الجاي الاول هو القران. هذا راه ماشي موهبه، راه شي حاجه اكثر من موهبه. هاد المقولة هذه كتعاود بزاف بين الشباب المغربي كبير وصغير. المغرب مقبرة المواهب. واش فعلا المغرب فيه مواهب مظلومة؟ وشنو هو السبب؟ واش الفقر؟ واش المدرسة؟ واش باك صاحبي؟ واشنا هما الحلول ديال هاد المشكلة هذه؟ في وسط كاع الشوارع المغربية وحتى القرى كاينين بزاف ديال المواهب، ولكن واش هما مظلومين؟ الموهبة هي المادة الأولية، بحال نيت الخشب ما غاديش يولي بوحدو طبلة ولا باب، خاصو ضروري يدوز من مجموعة ديال المراحل، وهاد المراحل هادو كيقوم بهم النجار. انا عارفكم دابا كتقولوا اش جاب النجار للكره، الله يهديك اخونا الله يهديك. الولد في العمر ما بين 6 سنين حتى 10 سنين كيبدا يصنع الموهبة ديالو، يتعلم الأساسيات، يتحكم في كرة، وفي المرحلة ما بين 10 سنين حتى 13 عام خاصو ضروري يلتحق بشي أكاديمية باش يطور الموهبة ديالو ويتحول من لعاب عادي للعاب بروفيسيونيل. وهذا الشيء بالضبط اللي كيوقع. الطفل كيلتحق بالسوق باش يبيع فيه ما بارد والميكا، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. ورسميا هنا غنكونوا ضعنا في موهبه كانت غتكون بحال لامين يامال. في نظرك شنو هو السبب ديال هذا الشيء؟ شنو سميتك؟ عرف لي براسك. سميتي محمد وعمري 11 عام. اليوم ديالي المفضل هي كرة القدم. اذا كتلعب شي فرقه باين؟ لا. لا، وعلاش ما كتلعبش حتى فرقه؟ الدور ما مساعداناش حتى واحد ما كيدعمنا. فين كتريني كره؟ كنت نلعب في السطح ديالنا. وشنو اللي كيخليك تبغي الكره؟ كرة شي حاجة زوينة كتمتع الناس. هذه كورتك؟ لا ديال الدرب. وفين هي الكره اللي كتريني بها على السطح؟ ما عنديش، كان عندي تحت لي في واحد الدار. ها هي كره. ودابا غتكمل لونطريمون ديالك وغتريني ياك؟ وشنو هو الحلم ديالك؟ شنو باغي تحقق من هادشي ديال الكره؟ فين الحلم ديالي هو نلعب مع شي فرقة كبيرة في المغرب ولا في مكان في أي دولة. الا قلت لك ها هما المغاربه كاملين كيتفرجوا فيك، قول لهم شي حاجه. انا بغيتكم عاد تشجعوني وتدعموني باش نلعب شي فرقه باش نوصل للحلم ديالي. دابا اش غنقولوا دابا؟ واش قبح الله الفقر ولا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الفقر مساهم بزاف في ضياع المواهب المغربيه، ولكن ماشي ب 100%. كريستيانو رونالدو، فينيسيوس جونيور ونيمار كلهم فقراء محفحين ما عندهم والو، ورغم ذلك لعبوا كره ووصلوا للعالميه. اذا المشكله ماشي في كونك انت فقير ما عندك فلوس باش تشري كره ولا كوداس ولا باش تركب في الطوبيس. المشكله خاصك فلوس صحيحه باش تدخل تلعب. باك صاحبي عندك تاكل ما عندكش والله لا كليتي. دابا انت الا مشيتي قصد الاكاديميه نورمالمون خاص تلقى واحد تما غادي يقول لك ولدي شحال في عمرك، واش عندك مهارات بين لينا كدا كدا. هادو لا ترانز ابدا، دخل عندي يا حبيبي الملاين يا حبيبي الملاين. وغنزيد نصدمكم 85% ديال المواهب كيغبروا قبل ما يكملوا 18 عام. انا كنظن بلي المدرسه هي المشكله، والمدرسه اللي كتخلي المواهب تغبر قبل ما تكمل 18 عام. واسيره واقر على راسك الله يهديك. الدراسه مهمه ولكن النظام الدراسي في المغرب ما مزيانش. صاحبي النهار كامل في المدرسه، السيمانه كامله في المدرسه، فروض منزليه، السلسلات ياك ودي لاباس. الا ما اختفاش التلميذ الحمد لله وشكره. هادشي كامل اللي ذكرناه هو السبب اللي كيخلي مجموعه من المواهب تضيع وما تكملش في كره، رغم اننا تطورنا بزاف في كره القدم والجانب الرياضي، الا انه امثال لامين يامال يشتغلون في الكابلاج. والحل اللي غنعطيكم ديال هاد الظاهره هذه هو انكم تيقوا في ريوسكم وتصبروا، ان الله يحب الصابرين، وتيقوا في الاحلام ديالكم وان شاء الله راه غتوصلوا. الا كتب لك الله شي حاجه راه غتوصل ليها. وخويا ليا راسك من الخزعبلات ديال الحريق تما فيه ما يدار، ولكن خاصك تمشي بشي طريقه قانونيه. وكان معكم رزاق فاني فيديو جديد وتتهلاو.